فيلمنا برايت بيرن بيبدأ مع اتنين متجوزين اسمهم توري وكايل، ومرة واحدة بيلاقوا إن الأرض بتتهز وكأنه زلزال، ولما بيبصوا من الشباك بيلاقوا مركبة فضائية، وجوه المركبة دي كان في طفل صغير واتبنوه وربوه عندهم وسموه براندن. وبعدها ب10 سنين توري كانت بتدور عليه عشان توديه المدرسة، وبتلاقيه في الآخر في الاسطبل وبيطلع يخضها، وبتكون توري وجوزها كايل مبسوطين جدا بعد ما براندن دخل حياتهم علشان ما كانوش بيخلفوا. وبعدها بنروح مع براندن للمدرسة، وبراندن كان شاطر وذكي جدا لدرجة إن في طفل اتريق عليه من كتر ما هو كان شاطر وحافظ، والعيال كلها ضحكت عليه. وبراندن اتضايق جدا، وفي بنت اسمها كاتلين قالت له معلش الاذكياء دايما بيحصل لهم كده. وبراندن فرح لما البنت دي وصته كلمتين. وبالليل بنشوف ضوء احمر طالع من الاسطبل، وبراندن مره واحده بيقعد يترعش وبيمشي وهو نايم، وبيفتح شباك اوضته وبينط منها. وتوري بتسمع صوت وبتخرج بره بس مش بتلاقي حاجه، بس براندن بيعدي من وراها بسرعه شديده وبتاخد بالها وبتفضل ماشيه لحد ما بتخش الاسطبل، وبتلاقي براندن بيحاول يكسر المدخل بتاع القبو ومنظره مش طبيعي. وتوري بتروح عليه وبتهديه بعد ما كان بيتشنج ومش على طبيعته، وبتاخده وبتنيمه، وبنشوف نور احمر تاني طالع من القبو اللي براندن كان بيحاول يخشه. وتاني يوم الصبح براندن وكايل ابوه كانوا بيقطعوا الزرع اللي في الجنينه بتاعتهم، وبراندن كان بيحاول يشد فتيل المكنه اللي بتقطع، بس المكنه ما كانتش عايزه تشتغل، فبراندن بيتعصب عليه وبيشدها جامد، وراحت المكنه طايره في السماء من قوته. وبراندن استغرب من اللي حصل ومش فاهم ده حصل ازاي، وراح عندها ولقى المروحه بتاعه التقطيع كانت شغاله، وقام هو حاطط ايده في المروحه وعطلها وايده ما حصلهاش حاجه. وبالليل عملوا عيد ميلاد لبراندن علشان عيد ميلاده ال 12، وان هو جوز خالد براندن جاب له بندقيه اللي بتصطاد الحيوانات، بس كايل رفض الهديه وخدها منه وقال له براندن لسه صغير، ولكن براندن اعترض وقال له انا كبير مش صغير وهات الهديه. ولما ابوه رفض براندن اتعصب وراح مخبط على الترابيزه، والشاشات فصلت في المكان والناس خدت بالها. وكايل كان بيحاول يشده علشان يروحه بس ما كانش قادر يشده. وتوري قالت لبراندن اسمع كلام اباك، وهنا براندن سمع الكلام. ولما روحوا كايل بيكون مستغرب من تصرفاته علشان دي اول مره براندن يتعصب عليه. وتوري بتقول له احنا صغيرين كنا اسوأ من كده، وبتقول له هو لازم يعرف اننا بنحبه ومهتمين بيه. وبيقرروا يروحوا يخيموا في مكان علشان يكونوا مع بعض وقت اطول ويقربوا منه اكتر. وتاني يوم الصبح كايل بيلاقي براندن بياكل في الشوكه لحد ما تنها باسنانه. وتوري بتلاقي تحت سرير براندن صور لبنات عريانه وصور تشريح لجسم الانسان، فبيقولوا لبعض شكل يجي الوقت علشان نتكلم معاه عن الامور دي. وبعد ما بيوصلوا للمخيم كايل بيتكلم معاه وبيقول له انت دلوقتي كبرت وجسمك اتغير، وبيبدا يكلمه ويفهمه في الامور العاطفيه والمشاعر اللي بيحسها تجاه اي بنت، وبيفهمه ان لو معجب بواحده يعمل ايه وما يعملش ايه. وبراندن كان مركز جدا معاه. وبالليل وهما في المخيم توري بتصحى من النوم ومش بتلاقي براندن نايم جنبهم، وكاتلين زميله براندن في المدرسه بتصحى من النوم وبتلاقي اللابتوب بتاعها مشغل اغاني لوحده، ولما بتقفله وبتديله ظهرها لقيته اتفتح من تاني، فراحت قافلاه وحط عليه كراريس، ولقت شباك اوضتها مفتوح وشافت براندن ورا الستاير، فراحت نادت على مامتها وقالت لها انا حاسه ان في حد ورا الستاير. وامها بصت ورا الستاير وما لقيتش حد، فسالتها انت شفتي مين؟ قالت لها انا شفت براندن اللي معايا في الفصل. وتوري وكايل طلعوا يدوروا على براندن في الغابه لحد ما توري لقيته في وشها مره واحده. وبعدها تاني يوم براندن كان بيرسم لبس الشخصيه في الكراسه بتاعته، وتوري كانت بتقول لاختها انا بفكر اوديه لدكتور مختص يكشف عليه بعد الامور الغريبه اللي بقى بيعملها علشان بقيت حاساه مختلف جدا عن الاول. فاختها قالت لها ده سن البلوغ بتاعه واللي بيعمله ده الطبيعي. فتوري اقتنعت بكلامها وراحت لبراندن ولقيته بيرسم، ولما براندن خد باله انها وراه قام قافل الكراسه بسرعه. وبعدها العيله كانوا رجعوا بيتهم، وكايل خد بندقيه الصيد علشان كان سامع صوت الفراخ وافتكر ان في حيوان بيضايقهم. ولما راح عند الفراخ لقى براندن اللي واقف وساله انت بتعمل ايه هنا الساعه 10:30 بالليل؟ بس براندن مش بيرد عليه، فساله يا ابني انت كويس؟ رد عليه وقال له اه انا كويس، ومشي قدامه بدون اي تعبيرات. وفي الفجر وتوري وكايل وهم نايمين الكهرباء بتروح وبتيجي عند مزرعه الفراخ، وكايل سمع صوت الفراخ بتصوت فصحي من النوم، ولما راح يبص عليهم لقاهم مقتولين، فقام صحي توري علشان تيجي تشوف المنظر ده. وتوري كانت مفكره الذئب هو اللي عمل كده، فكايل قال لها مفيش ذئب هيعمل في الفراخ كده، وبيقول لها ده اكيد براندن، وبيحكي لها انه شافه بالليل وهو مبحلق في الفراخ ومستحيل ذئب يكسر الباب ويعمل كده. ولكن توري ما كانتش مصدقاه وبتقول له مستحيل ابنك الصغير اللي عنده 12 سنه يعمل كده، وبتقول له ده اكيد كان الذئب وسابته ومشيت. وبعدها في المدرسه كانوا الاطفال بيلعبوا لعبه، وكاتلين كانت خايفه من براندن، واللعبه كانت انهم بيخلوا واحد في النص وبيزقوه على بعض. ولما جه دور براندن وقعدوا يزقوه على بعض كاتلين ما رضتش تزقه وسابته يقع على الارض، فالعيال كلها قعدت تضحك وتتنمر عليه. والمدرس طلب من كاتلين انها تقومه، بس كاتلين كانت رافضه وخايفه منه، والموقف ده عصب براندن جدا. والمدرس اصر ان كاتلين تقومه، فكاتلين مدت له ايديها، وبراندن مسك ايديها وفضل دايس وبينشف عليها لحد ما فعصها وكسرها. وجه اولياء امور الطفلين وام كاتلين كانت عايزه براندن يخش السجن ويتحبس، وحكت لهم ان براندن اقتحم اوضه نوم كاتلين من كام يوم بالليل، بس مديره المدرسه رفضت موضوع الحبس ده وقررت تفصله يومين على المدرسه. وتوري كانت باصه لبراندن ومستغرباه وحاسه انه فعلا طفل مش طبيعي. ولما روحوا توري حكت لكايل لما شافت براندن ماشي وهو نايم ودخل الحظيره وكان عايز يفتح القبو، فراح كايل رد عليها على طول وقال لها طب هو لقى اللي في القبو؟ فقالت له لا هو ما لقاش حاجه وما ظنش انه يعرف ايه اللي جوه. فكايل قال لها الطفل ده شكله بشري وشبهنا، بس ده عمره ما اتعور او نزف طول حياته ودلوقتي بقى بيأذي الناس، فاحنا محتاجين نخلص منه. بس توري رافضه كلامه ومتمسكه بيه. وتاني بنشوف نور احمر طالع من القبو وبراندن بقى بيتكلم وهو نايم وبيقول كلام مش مفهوم. وبعدها قام وراح على الحظيره وعند مدخل القبو بدا يفتحه، وتوري شافت نور احمر جامد طالع من الحظيره وجريت عليه، وشافت براندن متعلق في الهواء بيقول كلام مش مفهوم. ولما جريت عليه راح براندن واقع جوه المدخل وايده اتعورت لاول مره، ودخلت له جوه وخدته في حضنها بعد ما هدي، وسالها انا مين وجيت منين؟ فقالت له انا عارفه انك شايف نفسك مختلف عن باقي الاطفال،
وبتحكي له انها زمان كانت بتقعد تصلي هي وكايل علشان يخلفوا، وفي يوم من الايام لقيناك جيت قدام بيتنا ووصلت في السفينه دي وخدناك وربناك، فانت هديه من ربنا واعتبرناك ابننا. فبراندن اتعصب انهم كدبوا عليه وما قالولوش على الحكايه دي، ودخل البيت وقعد يكسر في المكان وخرج في الجنينه وقعد يردد جمله خد العالم، وعينه احمرت وطلع منها الليزر. وكاتلين مره واحده لقيته في اوضتها وبراندن جاب لها برضه بيعتذر لها عن اللي حصل وبيقول لها ما تخافيش مني. فكاتلين قالت له ماما قالت لي ما اتكلمش معاك، فقال لها خلاص انا هتصرف في الموضوع ده، وبعدها اختفى من اوضتها. وبنروح للمطعم اللي شغاله فيه مامة كاتلين، ومامة كاتلين لقت ان الازاز كله مرسوم عليه شعار غريب، وبراندن كان هو اللي رسمه علشان ده الشعار بتاعه. والكهرباء بتبدا تقطع واللمبه اتكسرت على مامة كاتلين، وفي حته ازاز دخلت في عينيها وما بقتش بتشوف كويس في عينيها الشمال. وبراندن قعد يظهر لها وتختفي، وام كاتلين خافت جدا منه وراحت تستخبى في المخزن وقفلت على نفسها، بس لقت ان باب المخزن بيتسيح وبعدها اتشال من مكانه، وشافت ولد صغير لابس قناع واللي هو براندن وراح مهاجمها. وتاني يوم الصبح البوليس راح علشان يحقق في اللي حصل، وجثه ام كاتلين ما كانتش موجوده، والمحقق شاف على الازاز شعار براندن. وبراندن راح قعد مع خالته ماري اخت توري واللي تبقى الدكتوره النفسيه، وبتتكلم معاه عن مشكله التبني اللي ما قدرش يتقبلها. فقال لها لا بالعكس دي مش مشكله خالص، انا كده فهمت ان ابويا وامي الحقيقيين مش من مكان غبي زي اللي انا فيه. ولما بتساله عن احساسه لما كسر ايد كاتلين مش بيديها كلام مقنع وبيبقى ساكت معظم الوقت، فبتقول له انا شغلي بيحتم عليا اني احكي لمامتك ومديره المدرسه ومدير الشرطه عن التقدم اللي بنعمله. وبراندن بعد ما سمع حوار مدير الشرطه ده ما عرفش ينام بالليل، وراح خبط على ماري بالليل في بيتها وقال لها انت قلتي انك هتكلمي مدير الشرطه، وانا بقول لك ان ده ما ينفعش يحصل، ولو حصل ده مش هيبقى كويس لابويا وامي ومش هيبقى كويس ليكي. فقالت له ماري ده شغلي ولازم اعمله باحسن طريقه، وبتطلب منه يروح البيت حالا علشان الوقت اتاخر. وبراندن قال لها ماشي، وماري كانت خايفه منه. ولقت الكهرباء في بيتها بتقطع وفي حركه غريبه في الجنينه، وبراندن كان داخل البيت ومستنيها تنام علشان يخلص عليها، ودخلت تنام فعلا وكانت مستنيه نوى جوزها. وبراندن دخل لها اوضتها وهو لابس القناع بتاعه، بس لما نوى وصل راح براندن مستخبي، ونوى لقاه مستخبي في الحمام وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ فقال له انا كنت مع ماري علشان هي الدكتوره بتاعتي. ونوى راح واخده وطالع بيه من البيت علشان يوصله لبيت كايل وتوري. وبراندن قال له احسن لك ما تقولهمش على حاجه، ونوى قال له دي اقل حاجه هعملها. وبراندن ما رضاش يركب معاه واتعصب عليه ورماه بعيد عن العربيه، ونوى خاف وبيجري وبيركب العربيه علشان يهرب منه. وبراندن بيقف قدامه على الطريق وبيطير وبيشيل العربيه وبيقلبها، ونوى بيبقى اتدمر تماما، وبراندن بيرسم بدمه الشعار بتاعه على الارض. وتوري كانت قلبه الدنيا علشان براندن لسه ما روحش، ولقوه داخل عليهم البيت وقالع التيشيرت ولفه حوالين ايده، وقال لهم اصل انا رحت العب كوره مع اصحابي وقعدوا يضحكوا عليا علشان التيشيرت بتاعي اتقطع، وما رضاش يدي لتوري التيشيرت. وبعدها توري بتجيلها تليفون من ماري اختها وبتقول لها ان هو في المستشفى بعد ما عمل حادثه، وراحوا لها المستشفى. وماري بعد ما حكت لهم على اللي حصل سالتهم عن براندن وبتقول لهم هو رجع البيت ولا لا، وحكت لهم انه جالها البيت، وتوري استغربت انه جالها بالليل. وتاني يوم توري قالت لبراندن ان نوى مات، وبراندن اتعامل عادي وبيقول لهم اعمل لكم ايه يعني، وراح قايل مواجهه بكل حاجه وبيتهموا بقتل ام كاتلين ونوى وبكل المصايب اللي حصلت. وبراندن كان هيسيبهم وهيمشي، فراح قايل ماسكه من ايده، فراح براندن زق قايل على الباب والباب اتكسر من قوه براندن. وتوري هدته وقالت له اطلع اوضتك، وقايل استغل انه في الحمام ودخل اوضته وفضل يدور على التيشيرت اللي كان معاه، ولما لقاه لقى عليه دم. وبراندن طلع من الحمام وقايل خبى التيشيرت واعتذر له عن اللي حصل وقال له ما تزعلش مني، وراح موري لتوري التيشيرت. بس توري ما كانتش مصدقه كل الكلام ده وبتقول له مستحيل عيل صغير يشيل عربيه ويقلبها، ومستحيل ابننا يقتل حد. وقايل بيحاول يقنعها ان ده مش ابننا وده شيء لقيناه في الغابه، بس توري بترفض الكلام ده وبتسيبه وبتمشي. والمحقق اللي ماسك قضيه ام كاتلين بياخد باله ان الشعار اللي كان على الازاز في المطعم موجود على الارض في حادثه نوى. وبالليل قايل بيقول لتوري انا هاخد براندن بعيد في رحله للغابه وهحاول اقرب منه اكتر من كده. والمحقق راح لتوري البيت ووريها صوره الشعار وبيقول لها الشعار ده كانه اختصار لاسم براندن وهو الوحيد اللي ليه علاقه بالحادثتين. بس توري بترفض الكلام ده ومش بترضى تخليه يخش ويفتش البيت علشان مش معاه اذن بالتفتيش. وفي نفس الوقت قايل ساب براندن ينشغل باثار الحيوانات وقام ضرب رصاصه بالبندقيه، بس الرصاصه ما اثرتش فيه وبراندن اتعصب، وقايل حاول يعمر رصاصه تانية بس لا اختفى من قدامه وقعد يظهر حواليه كتير علشان يخوفه، وبعدها مسكه وحرق عينه بالليزر لحد ما موته. وتوري طلعت فتشت في الكراسه بتاعت براندن ولقت الشعار والقناع اللي بيلبسه وكل الجرائم اللي ارتكبها، وجريت اتصلت بقايل وقالت له براندن هو اللي طلع قتل نوى، بس ما كانتش تعرف ان براندن هو اللي رد. ولما اكتشفت كده سالته فين قايل، قال لها قايل مات. وبيكون براندن وصل البيت عند توري وبدا يدمر البيت، وتوري كانت خايفه جدا وبتحاول تهرب وتحمي نفسها، واتصلت بالبوليس علشان يجوا يلحقوها، وشافت براندن وهو طاير في السماء. والمحقق وصل وتوري كانت طالعه له، بس براندن ظهر وقتله قبل ما يخش البيت. والمحققه الثانيه قالت لتوري خش البيت وطلبت الدعم وراحت تدور على براندن، بس طبعا براندن ظهر لها وخلص عليها. وتوري راحت نطت من الشباك قبل ما يجي لها، وافتكرت ان الحاجه الوحيده اللي اثرت عليه وعورته كانت السفينه، فراحت جريت على الحظيره، ولما وصلت شافت جثه ام كاتلين وخلعت حديده من السفينه علشان تقتله بيها، وفضلت تنادي عليه. ولما ظهر لها قالت له انا بحبك وانت هتفضل ابني، وضحكت عليه بكلمتين وحضنته، وكانت هتقتله بالحديده بس هو خد باله ومسك ايديها وراح اتعصب وشالها وطار بيها في السماء، وبعدها رماها من فوق. وشاف طياره معديه من جنبه فراح مدمرها ومفيش حد منها عايش. وبعدها قعدنا نشوف لقطات لمدرسه براندن وهي بتتدمر وحوادث ياما في كل حته في امريكا، وفي يوتيوبر طلع واتكلم عن اللي بيحصل وعن العيل اللي بيظهر في كل مكان وبيدمر كل حاجه وبيسيب بعدها العلامه بتاعته، وبيقول لازم حد يتدخل ويوقف العيل ده. ولازم انت كمان تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوا الحلقات اللي جايه، وباي باي.